السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل برجر بأبسط طريقة في البيت. معايا نص كيلو من اللحمة، طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها. معايا معلقتين من البقسماط، معلقة من بهارات البرجر، ملح وفلفل أسمر، وعدد بيضة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم نعجن الخليط ده كله كويس مع بعضه، وبهارات البرجر في أي سوبر ماركت أو العطار. بصوا الجمال لحد ما تعمل خيوط كده. طبعا البهارات بتديكي طعم بره بالظبط، وبتغنيكي عن أي بهارات انت تحطيها. هنحضر بقى الاكياس بتاعتنا دي، اكياس السندوتشات. يا اما عندك ورق زبده ممكن تقطعيه برضو نفس المقاس كده ونحضره. معايا بقى كده المكبس بتاع البرجر، ما عندكيش منه مفيش مشكله خالص، ما توقفيش نفسك. هاتي غطا اي برطمان عندك، يا اما علبه الجبنه المثلث، والحجم اللي انتوا عايزينه بقى كبير، عايزينه صغير، عايزين تخين، عايزين رفيع، دي حاجه ترجع لكم انتوا. طبعا ده العيد داخل علينا، هينفع معاكي قوي من ضمن المشويات، يا اما تاكلوه كده مع شويه بطاطس كده في سندوتشات. حاجه كده عظمه، شويه بقى كاتشب كده بقى، احلى سندوتشات تجيبيها من بره. بس دي طبعا اوفر واحسن وانضف، وحاجه عمال ايديكي كده في البيت، وهتنجح معاكي من اول مره. وطبعا الكميه اللي انتوا عايزينها زي ما انتوا شايفين كده، هي عملت معايا حوالي 7 قطع. طبعا بين البرجر والبرجر هنحط طبعا ورقه بلاستيك عشان ما يلزقش في بعضه، ونحطه في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى في العظمه دي؟ حاجه تحفه بجد، هتعجبكم جدا يا جماعه. بصوا الجمال. طبعا انا حطيته كده ورستته عشان ادخله الفريزر. يا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.